بعد 7 سنين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وأغلب اللي أسلموا كانوا العبيد والضعفاء، وزاد التعذيب وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصد عن الدعوة من الكافرين، وفي نفس الوقت زاد الثبات عند المسلمين واستمرت الدعوة. وبعد 7 سنين وهم مش عارفين يعملوا حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم ومش عارفين يوقفوا الدعوة، اجتمع زعماء الكفر وتآمروا على المسلمين واللي بيساعدوهم، وصنفوا الناس صنفين: صنف معاهم وحبيبهم، وصنف ضدهم وبيساعد المسلمين حتى لو كان مش مسلم. عشان كده وضعوا بني عبد المطلب وبني هاشم مع الصنف اللي مش حبيبهم، لأنه كان بيساعد الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم قرايبه، مع انهم كانوا كافرين ولسه ما اسلموش حتى الان. اجتمعوا وقرروا انهم يقطعوهم ويحاصروهم في مكان صغير جدا، وهو شعب ابي طالب، حاجه كده زي حي من احياء غزه. واتفقوا انهم ما يتجوزوش منهم ولا يشتروا ولا يبيعوا منهم ولا يقابلوهم ولا يقعدوا معاهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى، الا لو سلموا الرسول صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. واشتد الحصار ده لمده 3 سنين. كانت اي حاجه تدخل مكه لازم قريش تشتريها الاول وباعلى سعر عشان ما تجيش المسلمين وما ياخدوهاش وما ياكلوش. وبالتالي كانوا في الحصار ده لمده 3 سنين، مفيش لا اكل ولا ميه ولا غاز ولا كهرباء، لدرجه من الجوع كانوا بياكلوا الجلود ورق الشجر، وكان بيتسمع صوت النساء والصبيان من وراء الشعب من كتر الجوع. ما يفكركش بحاجه ده؟ طبعا بيفكرنا، ولكن كانت قريش محترمين يا جدع، لا لموا عليهم سهام جويه ولا قتلوا الاطفال والنساء ولا عملوا اللي بيتعمل اليومين دول. اكتفوا بالحصار والمقاطعه. لو جينا نبص اللي بيحصل اليومين دول من مجازر كل يوم، ومع ذلك في ناس مش قادرين يقطعوا، لسه بياكلوا اكلهم وبيشربوا شربهم وبيلبسوا هدومهم وبيحتفلوا كمان باعيادهم. لو بتحب اخواتك فعلا، لو بتحب دينك فعلا، لو بتحب رسولك صلى الله عليه وسلم فعلا، لو بتحب ربنا فعلا، فوق وقاطعهم، ولو قدرت كمان حاربهم، لان ربنا هيسالك. حضر اجابه للسؤال ده وما تساعدش الخنازير وما تحتفلش باعيادهم، ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.